الأسرة غالبا ما بتكون واحدة من أكتر العوامل اللي بتأثر وتغير في حياة أي شخص، واللي التأثير ده ممكن يكون للأفضل وممكن كمان يكون للأوحش. وده هيكون نفس التأثير اللي هيحصل مع بطلة قصة مقطع النهاردة، التيك توكر المشهورة اللي حقيقتها صدمت كل متابعينها وأدت كمان لسجنها ومشاكل هتقابلها في حياتها. فيا ترى مين هي التيك توكر دي وإيه قصتها وإيه اللي حصل معاها ويا ترى ليه انسجنت؟ فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لآخر المقطع. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. معكم دراكس، رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا انتم ملاحظين ان انا كل فيديو والتاني بغير اللون اللي ورايا. ليه؟ لان ده بيكون على حسب قوه الفيديو. يعني لو حاطط ليكم لون احمر في الخلفيه يبقى المقطع عنيف جدا ومحتاج شويه تركيز، انما بقى اللون اللي ورايا لو بقى ازرق بيبقى المقطع عادي جدا ومش هتكون في حاجات عنيفه. المهم مش هقول لكم ان القصه دي هتصدمكم، لان كميه الاحداث الغريبه اللي هتسمعوها كفيله انها تخليكم تحسوا بكل ده. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. اغرب بنت مشهوره على التيك توك هتنصدم لما تعرف حياتها. مبدئيا كده حابب ان انا اقول لكم ان كل الاحداث اللي هتسمعوها في بدايه القصه حرفيا هتكون مختلفه تماما عن الاحداث اللي هتسمعوها في النهايه. قصتنا هتبدا في امريكا الجنوبيه وبالتحديد تشيلي مع صاحبه ال 24 سنه سابرينا دروان مونتيرو. سابرينا دي يا جماعه كانت بنت واحده ما بين 10 اخوات، وال10 اخوات دول كلهم حرفيا ولاد. يعني سابرينا دي هي البنت الوحيده اللي كانت فيهم وكمان اصغر واحده، واللي ابوها اصلا ما كانش افضل اب. ليه؟ لانه حرفيا كان تاجر مخدرات. فكل ده ادى الى ان اخواتها التسعه حرفيا يتحولوا لبرضه مجرمين. سابرينا ما كانتش مهتمه جدا بالدراسه وقررت انها تبطل مدرسه وهي في سن صغير، ومن بعدها برضه قررت انها تشتغل في صالون تجميل. واللي في الفتره دي اثناء ما كانت هي صغيره اتعرفت على شخص وحبته، واللي على طول بعدها اتجوزوا. لكن الموضوع ده مش هيطول ولا هيدوم حتى لفتره كبيره، لانهم بعد فتره قصيره جدا من الجواز قرروا ان هما الاثنين ينفصلوا عن بعض. لكن في الوقت ده سابرينا كانت انجبت طفلها الوحيد. وفي سنه 2020 الفتره اللي حرفيا عالم السوشيال ميديا انتشر فيها بطريقه كبيره جدا، فسابرينا في الوقت ده برضه هي التانية هتقرر انها تعمل حاجه مختلفه الى حد ما في حياتها، وهي انها تعمل اكونت على التيك توك، واللي بدات تنزل عليه محتوى مختلف وممتع بطريقه كبيره لكل متابعينها، زي محتوى الانبوكسنج والرقص وتوتوريال للميك اب وحاجات كتيره جدا زي كده. واللي قدرت في فترة صغيرة انها توصل لعدد كبير جدا من المتابعين، واللي تخطى ال 500 ألف متابع. طيب لحظة يا دراكسلر، هل انت عامل المقطع ده كله علشان بس تقول لنا ان سابرينا قررت انها تسيب المدرسة وتعمل اكونت على التيك توك وتبقى مشهورة؟ الموضوع بكل بساطة يا جماعة مش كده تماما، واكيد انا مش هعمل لكم ده. اللي انتم ما تعرفوهوش ان سابرينا دي مش تيك توكر وبس، بل بالعكس دي واحدة من اكبر تجار المخدرات في تشيلي، واللي معروفة باسم ناروكو كوين، يعني ملكة المخدرات. طبعا انا دلوقتي عارف ان في كتير جدا منكم مستغرب وممكن ما يكونش مصدق كلامي، فتعالوا اعرفكم على الموضوع بكل بساطه. زي ما قلت لكم ان ابو سابرينا اصلا كان تاجر مخدرات، وده اثر على اولاده كلهم واللي بقى برضه يشتغلوا في الموضوع ده. فسابرينا واخواتها ال10 قدروا انهم يكونوا عصابه كده الى حد ما كبيره، وال9 اولاد حرفيا هم اللي كانوا بيتحكموا في العصابه دي، من ناحيه ان هم يتعاملوا مع الرجاله والحاجات المواقف الصعبه وكده. انما سابرينا بقى فكانت عندها اهم دور في العصابه دي، انها تتعامل اصلا مع تجار المخدرات المهمين وتتكلم معاهم في صفقات مهمه، وكل ده راجع بسبب شخصيتها وانها ما كانش ليها اي سوابق اجراميه ولا اي حاجه. فكان من السهل انها تتعامل مع تجار المخدرات وتتفق معاهم على الاسعار والمواعيد اللي هيستلموا فيها من بعض. لدرجه يا جماعه ان في تشيلي في حاجه اسمها BDI، واللي هي الاستخبارات العامه في تشيلي، واللي دي يعتبر واحدة من أهم الأجهزة الاستخباراتية في تشيلي كلها، واللي بتكون مسؤولة عن أعمال الجرائم والحاجات العنيفة اللي زي كده وتهريب المخدرات، وبتكون مسؤولة بشكل أكبر عن المجرمين اللي زي سابرينا، اللي حرفيا هم بيعملوا جرائم لكن الشرطة مش قادرة تمسك عليهم أي دليل عشان تقبض عليهم. ففي الفترة دي الBDI حرفيا ما كانتش عارفة تجمع أي دليل يخليهم من خلاله يقدروا يقبضوا على سابرينا وإخواتها، لأن حرفيا الBDI كانت عارفة إنها بتعمل كده لكن ما كانش في اي دليل ملموس يقدروا يمسكوه علشان من خلاله لما تروح للمحكمه يسجنوه. فقررت الBDI انها تعمل موقع
كامل مخصوص علشان يخلي الناس كلها اللي في تشيلي تساعد في القبض على ناراكو كوين او صابرينا. وافضل حاجه كانت في الموقع ده وهي ان اي حد هيقدر يضيف عليه اي معلومات من غير حتى ما هويته تتعرف او مكانه او اسمه. وبالفعل بعد فتره قصيره جدا ابتدت الناس انها ترفع مقاطع متداوله بشكل كبير في اماكن قريبه من البيت بتاع صابرينا. فهنا البي دي اي قدرت انها تمسك دليل ملموس على صابرينا من خلاله يقدروا حتى يقبضوا عليها. فقرروا ان هم يجمعوا القوات الخاصه بتاعتهم علشان يروحوا البيت بتاعها اللي هي موجوده فيه هي واخواتها. فبالفعل الشرطه وصلت هناك وقدرت انها تحاوط المكان، وخلاص ما كانش فيه اي مفر لصابرينا واخواتها غير ان هم يهربوا. واللي بعد ثواني بالظبط هوريكم فيديو اتنشر لصابرينا واخواتها وهم بيحاولوا يهربوا من البيت بسبب البي دي اي. طبعا انتوا شفتوا ازاي صابرينا كانت بتحاول تهرب من الشرطة، لكن حتى بعد ما عملت كل ده الشرطة بالفعل في النهاية قدرت انها تقبض عليها هي واخواتها اللي كانوا موجودين في البيت في الوقت ده. لكن الغريب هنا بقى ان حرفيا بعد ما الشرطة قبضت عليهم وتوجهوا للمحكمة، المحكمة في تشيلي عملت حاجة غريبة وهي انها حكمت عليها بالسجن لمدة 4 سنين بس. حرفيا ده يعتبر واحد من القوانين الغريبة اللي شفتها في حياتي في موضوع القصص والجرائم اللي زي كده. لكن المهم، هل الموضوع يا دراكسلر هينتهي لحد هنا؟ صابرينا يتقبض عليها وبس؟ لا. لو دخلنا على اكونت التيك توك الخاص بصابرينا حرفيا هنلاقي فيه كميه مقاطع كتيره جدا هي نشراها. فما بين كل المقاطع دي حرفيا هو في كام مقطع برضو كده انتشر، هوريكم بس واحد منه. المقطع اللي انتوا شايفينه دلوقتي حرفيا كان بتصور من جوه السجن. يعني صابرينا اثناء ما كانت موجوده جوه السجن كان معاها الموبايل بتاعها وحرفيا كانت بتصور فيديوهات للتيك توك وبتنشرها كمان من داخل السجن. وده كله اكيد منطقي وراجع لسلطه صابرينا وكمان الفلوس الكتيره اللي كانت معاها وخطورتها. لكن الموضوع برضو مش هينتهي لحد هنا. اثناء ما صابرينا كانت موجوده في السجن اتعرفت على واحده اسمها انتونيلا. انتونيلا دي يا جماعه حرفيا هي كانت زوجة واحد زعيم كارتيل كبير جدا في تشيلي. المهم زوج انتونيلا واللي هو صاحب الكارتيل ده مات، فمين هيمسك الكارتيل من بعده؟ هو زوجته. واللي من بعد ما مسكت الكارتيل فتره وعملت جرائم حرفيا يعني مش هنعرف نعدها، فالشرطه قدرت انها تقبض عليها وده ادى انها تنسجن في نفس السجن بتاع صابرينا. فصابرينا وانتونيلا اتعرفوا على بعض وبقوا اصحاب بطريقه كبيره لدرجه ان هما الاثنين بعد فتره حبوا بعض. يعني حرفيا هما الاثنين بقوا الوان. انا عارف طبعا دلوقتي ان انتوا حاسين نفسكم ان انتوا في فيلم على نتفليكس، لكن بجد اللي بقوله لكم ده هو اللي حصل. صابرينا حرفيا اتحولت لالوان وحبت انتونيلا وانتونيلا كمان حبتها، وفضلوا مستمرين فتره كبيره جدا بالشكل ده جوه السجن لغايه ما بعد سنه واحده بس من السجن هتقدر صابرينا انها تطلع من هناك. طيب ازاي ده يا دراكسلر؟ ده هي محكوم عليها بالسجن لمده 4 سنين. حرفيا الموضوع بكل بساطه ان صابرينا قدرت انها تخرج من السجن بسبب حسن سلوكها، مع ان انا مش عارف ازاي حسن سلوك وهي اصلا كانت مهربه موبايل جوه السجن وبتصور بيه تيك توك. بعد ما خرجت صابرينا من السجن قررت انها تبعد عن حياه الاجرام وكده وتسيب الكارتيل والعصابه كلها لباقي اخواتها هم اللي يديروها، وركزت اكتر على موضوع السوشيال ميديا والتيك توك واللي كانت بتنزل عليه فيديوهات كتيره جدا لنفسها زي ما قلت لكم. وبرده كانت مستمره في حب انتونيلا اللي كانت بتنزل لها فيديوهات كتيره جدا، وكانت من اكتر الحاجات اللي هي مستنياها في حياتها وهي ان انتونيلا دي تخرج من السجن علشان يكملوا حياتهم هما الاثنين مع بعض. لكن طالما انت دلوقتي بتتفرج على دراكسلر فمفيش اي حاجه هتستمر على ما هي عليه. 24 اكتوبر سنة 2023 صابرينا بتنزل على التيك توك الفيديو ده واللي كان عبارة عن فيديو بتعرض فيه منتجات تجميل عادية جدا لمتابعينها. فبعد ما بتنزله على التيك توك بتقرر انها تخرج علشان تروح كوفر لانها كانت حابة في الوقت ده انها تعمل النيلز بتاعتها او الضوافر. فبعد ما بتنزل يا جماعة الشارع بتحصل حاجة غريبة جدا وهي ان في 2 كانوا راكبين عربية وقرروا ان هم ينزلوا منها فجأة في اللحظة اللي خرجت فيها صابرينا من البيت، وواحد منهم يطلع المسدس بتاعه ويضرب 8 طلقات على صابرينا ويسيبها ويهرب. بسبب الصوت بتاع الرصاص وكده الجيران والناس اللي في المنطقة قدروا ان هم يبلغوا الاسعاف بسرعة واللي جت في وقت خرافي. لكن المشكلة صابرينا في الوقت ده ماتت.
وطبعا انتم مستغربين كل ده حصل ليه. هقول لكم. الشرطه بعد وقت قصير جدا قدرت انها تقبض على الاتنين دول، ولما استجوبوهم قالوا انهم من عصابه منافسه لاخوات صابرينا، واخوات صابرينا حرفيا كان بيرزلوا عليهم او بيعملوا لهم مشاكل وحاجات زي كده. فالعصابه المنافسه دي او الكارتيل المنافس ده قرر ان هو ينتقم من اخوات صابرينا في ان هم يقتلوا اختهم.